السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات آية. فيديو جديد على القناة. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه، تاخدوا افكار. لاول مره كتزور قناتي كنقول لك اختي اشتركي وفعلي الجرس باش هكذا توصلي بكل جديد. طبعا لي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم كيفرحوني وكيدعموني. قبل ما نبدا الفيديو ديالي غادي نقول لكم مرحبا بكم البنات اللي انضمتوا جداد للقناة. مرحبا ومية ألف مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم، وشكرا أيضا لانضمامكم وللتعاليق الزوينة ديالكم. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الروتين ديالي المسائي في الدار. ماشي داري، في الدار ديالنا عند والديا. هنا كيف ما كتشوفوا درت لي بطون ديال البابونج، وحطيت واحد هيرنيس بحال هكا في الطبسيل. صافي هذا هو. في العشيه بحال هكا كيجي ندير الكوتي بحال هكا خفيف. وهاد البابونج الصراحه زوينين، فيهم واحد المنافع خاصه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا قلت علاش لا اللي ما نشاركش معاكم الروتين ديالنا المسائي. اليوم النهار اللي جيت فيه صورت معاكم الروتين المسائي كيفاش غندوز العشيه ديالي. صراحه ما كاين لا شقه لتا حاجه، كلشي الوالده ديالي دايراه، وكاينه اختي حتى هي قايمه بالواجب. صافي هادشي اللي كاين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنشرب الكاس ديالي وغنوض ان شاء الله نشارك معكم الحويجات اللي غادا نلبس. غنشوف غنجبد الحوايج ديالي كاينين في البلاكار عند ماما. شكون عزيز عليها حتى هي تبقشش في البلاكار ديال ماماها وتشوف شنو تزاد وشنو تنقص. وبزاف د الحوايج انا الصراحه عزيز عليا بحال هكا تبقشيش، وغنوض نبقشش ان شاء الله وغنشارك معكم. هنا كيف ما كتشوف هذا هو البلاكار ديال الوالده. غنحلو. هنا عندنا بيت الخزين. عزيز عليا دائما ملي تنجي كنبقى نبقشش ليهم، تنشوفهم شنو شراو شنو ما شراوش، شنو نقصهم شنو باقي ما نقصهمش. هنايا في الطبقه الفوقانيه دايره لنا الحوايج ديالنا ديال المناسبات ديالنا. غدا نجبد غنشوف شنو اللي غيجيني، شنو اللي خاصني نصيفط للمصبانه. يعني نشوف داك الشيء واش هو ولا ماشي هو، شنو غادا نلبس. غنجبد الحوايج ديالي ان شاء الله ونشارك معكم. الصراحه باقا حيره ما عارفه شنو غنلبس. حتى تعطيوني حتى نتوما الراي ديالكم. بغيت نلبس في نفس الوقت شي حاجه تكون خفيفه وتكون انيقه في نفس الوقت. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كيعجبني الصراحه البلاكار ديال ماما. منظم ومتوله الحوايج ديالها، كلشي داكشي مقاد، كل حاجه دايره لها بلاصتها. بحال هاد الحوايج ديال المناسبات، الملابس ديال المناسبات دايرها من الطبقه الفوقانيه، كل طبقه قاده فيها كلشي. هنا جبت الالبومات ديال العرس ديالنا، هما الاولين باش نحيدهم باش نلقى كيفاش نجبد، حيت هما اللي دايرهم في القدام. صافي وغادا نجبد هكا الفراشات ديالنا القفيطنات. غنشوف شنو نلبس. هاد الكسوه هادي غتلبسها اختي الصغيره. جبدتها لها حتى هي باش تقيسها تشوف كيفاش غتجيها ونصيفطها للمصبانه. واش حتى نتوما كتكون عندكم واحد الحماس بحال هكا ملي كتكونوا معروضين شي مناسبه ولا غير انا؟ هنا كيف ما كتشوفوا كنشارك معكم الفراشه ديالتي. ما عرفتش واش غنلبس هذه ولا لا. هذه هي الفراشه ديالتي انا، خاصه المصبانه حتى هي غنصيفطها المصبانه. صافي غدا نجبد القفيطنات اللي عندي وغنشوف شنو غنلبس. وضروري نلبس دوك القفيطنات اللي جبت معايا ديال الجوهره حتى هما. صافي صراحه كنتفكر الحوايج ديال العرس وهذا كلشي. هادشي الحوايج ديال العرس ديالي تنجبدهم. صراحه الواحد بحال هكا ما خاصوش يبقى يشري الحوايج هكا، من الاحسن يكريهم وما يكترش. حيتاش هاد القفاطان وهادو كيديموضاو الصراحه، والواحد كيبغيش يعني هاد المناسبه لبستي فيها هاد القفطان ولا هذا كتبغي مره اخرى تلبسي عاوتاني موديل اخر، ماشي تبقاي تلبسي في هذاك الموديل. هنا كيف ما كتشوفوا اختي قيست الكسوه ديالها. هذه اختي الصغيره صراحه جاتها زوينه، هي اللي غتلبس ان شاء الله. انيقه وخفيفه. المناسبات كيبغيو بحال هكا شي حاجه تكون خفيفه. هذه هي الكسوه ديالها اللي غتلبس. غنقيس عليها كاع دوك الحوايج اللي غنشوف شنو غنلبس. وهذا هنايا قيست هاد الفراشه هذه
حتى هي الصراحه عجباتني، حتى هي خفيفه وزوينه. بحال هكا كيعجبني نبقى نبدل، وهذا غادا نشوف شنو غادي يعجبني، وان شاء الله داكشي اللي غنلبس غنشاركو معكم في فيديو الجاي. هنا غير كنشارك معكم الحويجات اللي عندنا وهذا، وعطوني حتى نتوما الراي ديالكم. بالنسبه للفراشه الحمراء ما غاداش نقيسها. هذيك طبيعه الحال ضروري غادا نلبسها حيت كتجيني غزاله. وهذا القفطان هذا تزير عليا، هذا مبقاش كيجي قدي. صافي هذا بقى غير لاختي الصغيره تلبسو. صراحه ما بغاش تلبسو هي، ما عجبهاش، ولكن انا باقي كيعجبني. كل واحد والراي ديالو. هي راه مقيسه غير بالزز، كنقول لها دوري ولا هذا كتقول لي حيدي عليا ما عاجبهاش. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا هادو هما القفيطنات ديالي. غنشوف ان شاء الله شنو غنلبس. كنعتذر لكم على الاضاءه ناقصه ناقصه واحد الدرجه ما كتصورش. وهنا كيف ما كتشوفوا جبت سامسونات اللي جامع لينا فيهم ماما الذهب ديالي حتى هو، والذهب ديال اختي حتى هي. هنايا دايره ليا هاد البوشيطه ديالتي فيها كلشي، داكشي ديالي معزول بوحدو، غير كنحلو كنجبدو. غنشاركو معكم حتى هو. هذا هو الطقم ديالي، صغير على قد الحال. هذا جابوا لي بابا وماما كادو في العرس ديالي. و صافي كيف ما كتشوفوا هنايا كنوريه لكم باش تشوفوه مزيان. غنشارك معكم كاع داكشي اللي عندي. غنشوف ان شاء الله شنو غندير. تقريبا ما نديرش هادشي كامل، كم عارفين الواحد الحاجه اللي كتكون خفيفه كتكون متوله. هاد السلسله هادي يلا شرا ليا الزوج ديالي كادو في العيد ميلاد ديالي، بقى لبستها مره واحده في واحد المناسبه فقط، بقى جديده. صافي هنا غادا نشارك معاكم كلشي داكشي اللي عندي. صراحه انا كيعجبني ندير غير الذهب والنقره، ما كيعجبنيش الصراحه ندير بلاكيور ولا شي حاجه ماشي تلهي. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنجبد هادشي تا هو، نشوف شنو ناقصني شنو خاصني. ضروري كنقاد كلشي بنهار قبل، وغدا ان شاء الله غتكون المناسبه، خاصني نوجد كلشي ونقاد شنو غنلبس وشنو الطقم اللي غندير. هنا كنشارك معكم كلشي هادشي اللي عندي، راكم عارفين اي حاجه كنشاركها معاكم. والصراحه الذهب ما كيندمش الواحد. كيف ما لقى يشري الذهب ويخزن فيه الفلوس ديالو. في اي لحظه احتاجيتيه تتلقايه بحال هكا كديريه في المناسبات. وهذا انا كتعجبني شي حاجه ديال الذهب وديال النقره. شي حاجه ديال البلاكيرو هذا ما تلقاوهاش عندي، وباغا زعما ان شاء الله نبدا نشري هكا البلاكيور نديرو غير في الدار هكا بلا مناسبات. وهذا راكم عارفين دابا الذهب الواحد ما يقدرش يديرو. والصراحه انا خوافه ما نقدرش ندير الذهب ونخرج به. انا لا كنت خارجه دايره الذهب نبقى مخلوعه على راسي، واخا ما يشدني حتى واحد يحيدو ليا، انا نبقى مخلوعه ما نوصل للدار حتى نسخف. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غادا نقاد داكشي اللي باغا، وداكشي اللي ما باغاش غادا نجمعو وغادا نردو لسامسونيت. هادشي اللي غندير ان شاء الله. الواحد ما يكترش بزاف، ما يشارجيش شي حاجه خفيفه كتجي متيوله وزوينه. طبيعه الحال غندير السلسله الكبيره، غندير الخاتم ديالي ديال المارياج، والطقم غندير منه غير الطوانق. صافي واقيلا هادشي اللي غندير، ما عزيزش عليا ندير الخواتم بزاف وداكشي بزاف. وغندير البراسلي ديالي الغليظ حتى هو غادا نديرو. صافي شي حاجه اللي تكون باينه هي اللي غنديرها صافي. وحتى تعطوني الراي ديالكم حتى نتوما، وتقولوا لي واش الهضره ديالي في المحل ديالها، وتقولوا لي نتوما واش ملي كتكونوا غادي للمناسبات نتوما كتوجدوا بحال هكا قبل وكتقادوا كيكون عندكم واحد الحماس واحد الفرحه. الصراحه ما عرفتش علاش حنا العيالات عزيز علينا العرس والمناسبات والنشاط. صراحه الواحد ما فيها باس يضحك شويه وينشط شويه. وهنا كيف ما كتشوفوا درت لهم الحريره. ماما عزيزه على الحريره ديالتي. كيف ما كتعرفوا راني مشاركه معكم الحريره كندير كل شيء حتى من مطيشه كنلوحها بحال هكا وكنطحنها. كتجي ساهله الصراحه، ما كتمحنوش فيها، كتسدوا على كل شيء. في الاخر كتجبدوا مطيشه كطحنوها بحال هكا كيف ما كنشارك معكم. و وبالنسبه للدقيق كندورو في نفس الوقت حتى هو كنديرو ملي كنحط ضروري هذا فوق البوطه حتى طبخ شويه، وندير عليها الدقيق اللي خلطت.
صافي ونزيد عليها الشعريه. هنا غندير غير الشعريه ديال السفه حتى هي كتجي زوينه في الحريره. بالنسبه للحريره كندير فيها الكرافس، الربيع، الحمص، العدس، العطريه كامله، البزار، سكينجبير، الكركم والملحه، وواحد العاشقه ديال السمن، وشويه ديال الزيت ما كنقويش بزاف حتى الاخر، كنزيد واحد شويه ديال زيت العود نسم به. صافي هنا كندورها بالدقيق، كنحاول ما نقويش الدقيق بزاف باش تجي مطلوقه، ما كنبغيش تجي خاتره بزاف، كتعجبني تجي مطلوقه، كتجي زوينه عاوتاني الواحد يشربها ما تقلش عليه. صافي هذه هي الحريره ديالي، راه دائما تنشاركها معكم، غنرافقوها مع شويه التمر، وغيكون ان شاء الله هذا هو العشاء ديالنا ديال اليوم. عقلي ما تقد وبعد ما درت الدقيق درت الشعريه ديال السفه، صراحه كتجي غزاله في الحريره. ودرت واحد مربعات ديال مطيشه مركزه مجمداها ماما في الثلاجه، ديرها في الكونجيلاتور، كتهزي غير مربعات بحال هكا. الصراحه الطريقه اللي دايره عمليه وزوينه، ان شاء الله غنبدا نديرها. هنا كيف ما كتشوفوا الكوكوط راه عمرات، غنقص في هاد الكاسرونه حتى هي. كيف ما كتشوفوا الروتين اليوم ديال المسائي ديالنا، خدت لكم بعض اللقطات، كل حاجه منا شويه على حسب ما كيناش في الدار، يعني ما كتكونش يعني كل شيء عليك، كيكون بزاف د الحوايج كل واحد تيدير حاجه. ماشي بحال في الدار كتاخدي راحتك كتصوري بزاف د الحوايج، وهذا كتشاركي كل شيء. هنايا راكم عارفين الواحد ملي تيخرج من الدار ولا بغيتي تصوري يعني غير بعض اللقطات، وهذا ما تقدريش تشاركي كل شيء. حنا درنا كاسكروط، بالنسبه لي انايا درت غير البابونج وبحال هكا كيلك البسكويت خفيف. صافي وبقيت حتى العشاء، وبقيت معاكم في البلاكار، عزيز عليا بحال هكا كنبقى نخندش ونجبد الحوايج وهذا، وهما باركين مجمعين، وانايا كنقاد شنو غنلبس. قاديت كلشي الصراحه باش غدا نصبح هانيه. غدا ان شاء الله ناخد غير دوش ونقاد بحال هكا ونلبسو ان شاء الله ونمشيو، حيتاش المناسبه ان شاء الله تكون يعني في العشيه، وراكم كيف ما كتعرفوا النهار طاير دغيا كيطير، ما كتعقليش عليه. اكثر ما كتكون شي مناسبه ولا شي حاجه ما كتحسيش بالنهار دغيا كيفوت. وهنا كيف ما كتشوفوا العشاء ديالنا ها هو وجد. الحريره ديالتي هي وجدات، صراحه كتجي غزاله غزاله. الطريقه ديالي سهله، غير زعموا او حيدوا العكز ونوضوا وجدوا الحريره في هذا الجو البارد. صراحه ما كيلاق فيه غير الحريره. ولاد اختي غير كيشوفوا شي حاجه تحطات وكيمشيو من الاولين للطابله حيدتهم، على حساب راكم عارفين الحريره سخونه، الوليدات الصغار واعره عليهم. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا، غدا نحط لهم العشاء ديالهم. كنبغي نقول لكم حتى نتوما بالصحه والراحه العشاء ديالكم الا كنتو كتشاهدوا الفيديو وانتم كتعشاو ولا كتغداو ولا كتفطروا بالصحه والراحه. الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ويكون عجبكم، واخا ما كاينش فيه واحد الاستفاده، ولكن انا بغيت نشاركه معكم. يعني البساطه هي السر ديال السعاده ديالنا. الفيديو
الأحسن تكون البساطة وتكون القناعة في الإنسان ويشارك هداك الشي بسيط، يعني كيف ما هو، يحاول ما يتصنعش هادشي اللي كنبغي أنا نمشي عليه في القناة ديالي. كنبغي نشارك هداك الشي كيف ما هو، وكنحاول ما نتصنعش ونمشي عادية وبسيطة. وكيف ما العادة كنبغي نشكركم كاملين على التعاليق الزوينة ديالكم، وكنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناة ديالي. كنبغي نقول لهم حتى هما شكرا لكم بزاف بزاف، وعلى التعليقات الزوينة ديالكم اللي كتخليو ليا. صراحة كنقراهم كاملين وكاملين كنجاوبكم، وكنبغي نشكركم دائما، كنشكركم في التعاليق وكنشكركم حتى في الفيديو. كنبغي نقول لكم شكرا لكم، نتوما اللي كتدعموني وكتخلوني نشارك معكم اي حاجه كنديرها كنشاركها معكم. وهنا كيف ما كتشوفوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنبغي نقول لكم السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الفيديو ديال غدا كيف ما العاده، دائما ما كنبخلش عليكم كل نهار